في لبنان ومصر وسوريا والعراق. الجديد بقى في الجزائر ان الشعب كله بقى يقف طوابير عشان ياخد اكياس لبن. موضوع اللبن قديم اي نعم، بس الوزير الجديد كل ما يطلع يقول هنحل الموضوع بيكبر ويزيد اكتر. هو تقريبا لو ان حلب المواطن بيجيب فلوس اكتر فكسلوا يحلبوا البقر. بس ما تقلقوش يا جماعه، خلاص الموضوع الاسعار بقى ترند في الاعلام الجزائري، هو الموضوع الاساسي دلوقتي، والحمد لله بداوا يسلطوا الضوء عليه في كل القنوات الجزائريه. جمعيات حماية المستهلك تدق ناقوس الخطر بسبب استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك. ألهب جيوب الجزائريين. زيادة في سعر مادة السكر ب5 دنانير. ارتفاع في أسعار البقوليات ومواد أخرى استهلاكية. غلاء فاحش تعرفه سوق السمك. زيادة سجلتها أسعار اللحوم الحمراء. العجائن اللي شهدت ارتفاع حتى 40%. زيادات معتبرة ستكون في أسعار المياه مع تراجع القدرة الشرائية للمواطن والمستهلك. لا ما ارتفعت ولا شيء. السلطات لا تزال تنفي أنه هناك وجود زيادة في كثير من الأشياء ما ارتفعتش. وزارة التجارة تكذب بصفة رسمية معتبرة إياها زيادات غير معلنة. سنة 2020 يعني مرت بأحسن وسلام من ناحية التموين من ناحية الأسعار. ده من ناحية الكورونا وحياتك، أنت لو كنت قلت 2020 مرت بسلام من ناحية الكورونا كانت هتبقى أوقع صدقني من اللي أنت قلته ده. هو العالم كله اتأذى من 2020، احنا الحمد لله طلعنا صافي، اللي هو صافي يا لبن حرفيا. كل حاجه تمام سعادتك، منيو الخمسه لسه ب5. احمدي ربنا ان 2020 عدت اصلا. مش عايز اقول لك على اسعار 2021 هتبقى عامله ازاي. في كتير من الاشياء ما ارتفعتش. ده حقيقي فعلا، في اشياء كتير ما ارتفعتش. ضغط مثلا الحمد لله زي ما هو، قلق على المواطنين زي ما هو، اهتمامي بيكم. وبعدين ليه كل كلامكم على الاسعار؟ كلاموا على الحاجات يا جماعه اللي ارتفعت. شوفوا مرتبي، حسابي البنكي، الاسعار، ساعات الانتظار بتاعتكم عشان تاخدوا 2 كيلو لبن. لا بجد المواطنين بقوا صعبين قوي بجد. وبعدين ليه يا مسؤول ترد اصلا؟ ايه ما بتتفرجش على التلفزيون المصري؟ هيسالوك عن الاسعار، قول لهم اخبار تهديد الناس ليه؟ تحب نعرفها يا جماعه؟ وزير التجاره الجزائري من اول يوم وهو بيقول للشعب عيب عليكم والله، ده انا هعمل واعمل وفي الاخر بلح. مش عايز اقول لكم بقى الشعب الجزائري سماه ايه؟ لا سماه كده، البلح ده عندنا احنا. بس ايه السبب اللي خلى الوزير يغير كلامه كده؟ يعني انا شفت له فيديو انتشر في الجزائر، يعني انتشر بشكل كبير جدا، انه هيعاقب كل التجار اللي بيزودوا الاسعار. ليه فجأة كده كلامه اتغير؟ بعد اسبوع من يريد ان يختبر قوة الدولة وجبروتها سيرى الرد الفاعل المفعل القوي ستنكشف. اسبوع برد، اسبوع مصالحي، اسبوع عندكم في يدكم. أنا لم أقل إطلاقا أنني في أسبوع أقضي على المشكلة. طلبوا من الشعب الجزائري ينتظرنا 10 أيام فقط، لأن عندنا حلول. لا يمكن أن يطلب من حكومة شهرين أن تغير وتعدل منظومة تجارية ل20 أو 30 سنة، يعني صعب. أنا تعهدت بها أمام الحكومة، وأنا عندي شيء، عندما نتعهد بشيء لازم ننفذه. 20 سنة لا يمكن أن نصلحها في 6 شهور ولا 8 شهور، تتطلب وقت وتتطلب صبر وتتطلب مساعدة أيضا. هي عصابة الحليب، سننظم هذه الشعبة نهائيا. لست وزيرا نشكرة الحليب. أنا قلت لك أستاذ جامعي، والأستاذ الجامعي لا يتهرب من مسؤوليته. ما هي مقترح وزارة التجارة مثلا؟ لا الله أعلم. ما عندكش يعني مقترح؟ الله أعلم. يا جماعة الله أعلم فعلا، جبل أي حاجة. حضرتك مسؤول، الله أعلم دي لو سألتك مين ده؟ أوكي تقول الله أعلم، دي مبررة، الغيبيات محدش بيعرفها. يعني لو سألتك مثلا مين اللي وصلك للمنصب ده؟ قول لي الله أعلم. اوكي الله اعلم. يا اخي انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. ازمه اللي جاي احلها، بس انا جاي اجهز بناتي، اعمل لي عربيه وافل كده في ركنه في عنابه. لما هتقولي بقى مشكله حليب ومش مشكله حليب، مش لما اشوف مشكله حليب انا الاول. يا جماعه انا بقعد ساعه في صفحه نتفليكس يشوف هينقي ايه، جاي تكلموه على مشكله الحليب؟ حرام عليكم. وبعدين معلش يعني ايه عصابه الحليب دي؟ يعني المسميات خلصت والحاجات اللي بتتسرق خلصت عشان يبقى في عصابه للحليب؟ طب ده اللي بتمسكوه بتعملوا فيه ايه؟ بتكهربوه ولا بتبسطروه؟ سوري يا جماعه سوري. انا اسمع عن عصابات المافيا بتسرق بنوك، عربيات. طب دول بيسرقوا ايه؟ جمايس؟ خلاص. على فكره احنا الحمد لله كان عندنا مشكله حليب في مصر، بس الجيش تدخل وحلها تحت قياده اللواء كامل الدسم. الوزير طبعا انا اسف يا جماعه. مع ان كان عندنا محلب، بس مين اللي حلها؟ كامل الوزير. بص يا سعاده الوزير، انت تاخد في ايدك عصابه الحليب وتروح لبنان على قصر الرئاسه هناك، وتقابل هناك لص الشاي بقى، تعملوا احلى شاي بلبن. لا السكر علينا احنا. قمر. لا لازم يا جماعه المحللين والاعلام في الجزائر يطلعوا بحلول، شوفوا فين سبب المشكله وحاولوا تشوفوا حل
بدل الوزير اللي الناس ركنت عربيته فين ده؟ سلوك المواطن مفرط في عملية الاقتناع. ثقافة المستهلك ما زالت بحاجة إلى عمل كثير. كجزائريين يعني نستهلك كثيرا العجائن والخبز بصفة غير عقلانية. ثقافة المستهلك هي ثقافة خاطئة في استهلاك الحليب، مما أدى إلى اضطرابات في السوق. المواطن الجزائري معروف باستهلاك الخبز، باستهلاك الحليب، باستهلاك اللحوم. الجزائريين يستهلكون معدل تاع 2 ملايين طن من السكر سنويا. كيفاش انتشار محلات الفاست فود مثلا هي اللي خلت الاستهلاك واسع جدا بالنسبة للقمح اللين. استهلاكنا للحليب هل هو استهلاك مبني على العقلانية؟ لا طبعا، استهلاك الجزائريين للحليب مبني على العقلانية، معقولة؟ يا فندم أنا شفت بعيني مواطنين جزائريين جايبين لي الشيشة وبيشدوا من جاموسة دايرة. عقلانية إيه بس؟ ده الأطفال لما تعوز تعمل بيبي الأبهات في الجزائر يقول لهم ها يا حبيبي هتعمل بيبي ولا كاكي ولا قشطة؟ تبذير فعلا في استهلاك المواطنين الجزائريين. لازم تفطموا الشعب، لازم يبطل التبذير ده. يا جماعة ده الناس هناك بتنسى البقرة مفتوحة ويمشوا. يا فندم القطط في الشوارع هناك مش بتاكل زبالة، بتضرب حقن لبن رايب. طب بص يا وزير هسألك سؤال وترد بسرعة، قول لي الفرخة بتبيض إيه؟ برافو. طب البيضة بقى لونها إيه؟ شاطر. البقرة بتشرب إيه؟ سامعك يا وزير التجارة قلت حليب. غلط، البقرة بتشرب مية. إيه ده أنتوا كمان يا مشاهدين قلتوا حليب؟ مفيش عقلانية خالص يا فندم. المواطن الجزائري خبز باستهلاك الحليب، باستهلاك اللحوم. إيه ده؟ معقولة؟ المواطن الجزائري بيستهلك خبز ولحمة وحليب؟ ده إيه الإنسان الغريب ده؟ بني آدم كده وبيستهلك 3 أصناف؟ غريبة. أنا أعرف شخص بصراحة بيستهلك صنف واحد وعايش عادي. وبعدين الخبز واللحم كده حواوشي أو رغيف كبت. ليه لبن؟ إيه العك ده؟ ده المواطن اللي قاصد يفشخ قولونه مش هيبذر التبذير ده. بص بقول لك ايه يا ست الوزير، انت تجيب لكل مواطن قفص وكل يوم الصبح كده تحط له شويه اكل في بتاعه العصافير دي، حدد له انت بقى ياكل ايه وما يشتريش ايه. لما هتسيبها سايبه كده هتصحى الصبح تلاقي الشعب الجزائري كله بقى براك. وبعدين احنا بنخرج بره النص ليه؟ في مشكله مع الحكومه، مين اللي هيحلها؟ الله اعلم. لا طبعا المواطن. طب بلاش في مشكله مع الحكومه، مين السبب فيها؟ الله اعلم. برضه لا ده انت مفيش فيك رجا بقى. المواطن طبعا. والله عيب لما يكون دوله كبيره زي الجزائر مش عارفه تحل مشكله الحليب والسكر والقمح. انتوا حرفيا مش عارفين توفروا مكونات البليله. مش عارف هتعملوا ايه بقى لو لا قدر الله، يعني لو قدر الله بعد الشر حصلت مشكله حقيقيه في الكسكسي باللحمه. هنسيبه.